العراقيات ايش عندهن يوم الجمعة غير التنظيف والتعزيل والعناية، واني واحدة منهن. بلشت يومي بعنايتي بشعري، خليت ماسك، غسلت ملابس من الصبح، شريتهم، سويت لكم طلباتكم، طلعتهم. هذا المجهود اسويه وحدي. غيرت بعض الشغلات، نزلت وصعدت، عد حتى تتغير النفسية وهيجي. طلعت لحاف جديد، بعدين اكتشفت انه بيه وجوه مخاض، غيرتهم. واكيد ما ننسى نهاية اليوم انه نعتني بنفسنا، نعتني بشعرنا، نعتني ببشرتنا شوية. طوعت على روحي بالمراية، حطيت نيفي، حطيت ماسكات الوجهي، سويت شعري، جففته. بعدنا يوم الجمعة اما نروح لاهلي او نبقى بالبيت، لان ابو جوليا يقول ممنوع نطلع يوم الجمعة لاي مكان لان ازدحام. هذا بعد قوانيننا وعاداتنا وتقاليدنا. سويت كشوخي واني رايحة لاهلي. واكيد ما ننسى خلف الكواليس الغداء والعشاء والريوق وهاي الامور كلها. ورغم كل هذا اليوم بعدنا محافظين على جمالنا. ترى هذا الفيديو عبارة عن دقيقة واحدة أنا دا أسولف لكم شغل من 9 الصبح لحد 9 بالليل. وهنا قبل ما نطلع قلت له رجاء أبو جوليا أنا عاجبني أسوق شوية، عاجبني أرست وأتونس يعني. وأكيد لازم جوليا هنا شو تسوي؟ تشتري ألعاب. من قوانين الطلعة إذا ركبنا بالسيارة لازم ألعاب، حتى لو رايحين نتسوق ونرجع لازم تشتري ألعاب. يلا بعد شو نسوي؟ هاي أمر مفروض علينا. رحنا الأهلي، تعشينا، سهرنا وشفنا فيلم، ومن رجعنا للبيت صاحة وجوعانين. قعدت أقلي لهم الكبة وهاي الأمور، سويت لهم لفات على السريع لأن مو مال أحط صواني واني أريد أنام